كانوا يتعاونون معنا في يعني المصافط وغيره، ويشيلون سياراتهم على أساس يصفطون الناس اللي جايين من برا من ولايات أخرى. يعني بينما في أحد الشركات كانت هناك لا يعني ما ترضى اللي يصفط عندهم يسحبون سيارته. زعلانين يعني. الشيخ بالنسبة يعني لما نتكلم عن أن الشيخ مشاري العفاصي في أمريكا يصلي، أكيد المركز الإسلامي هذا حوله محلات وناس وعالم وأمريكان يعني من مختلف الأعراق والأجناس. الناس اللي برا، ما بتكلم عن المسلمين الشيخ، الناس اللي برا يعني تابعوا الصلاة لما كانوا يسمعون الصلاة، كيف ردات أفعالهم كانت؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني الإنسان ممكن يعمل عمل بسيط، يعني إحنا رايحين نصلي، صلينا هني ولا هناك، رايحين نصلي، فلما يعني شفت بعض الناس هناك من السكيورتي وغير السكيورتي كانوا يقعدون يراقبون الحدث هذا، لأن أول مرة يعني يصير مثل بولاية مثل كاليفورنيا، ولاية راقية خصوصا إيرفاين، يعني تجمع للساعة 4 بل إلى أذان الفجر، يعني صلاة القيام ليل 4 تقريبا، ننطر شوية بعدين يأذن الفجر، فتجمع للساعة 4 في القيام هذا طبعا. والتراويح نفس الشيء نصلي له 11 بالليل. ف يعني كانوا يقعدون برا، أذكر أنا يعني صيني وطبعا أمريكي وأمريكي أبيض ومكسيكي، كانوا يتابعون وماسكين بعض المصاحف اللي مترجمة باللغة الإنجليزية، ويتابعون الظاهرة هذه ويسمعون القرآن، اللي أنا مشغلين خارجي يسمعون القرآن ويتابعون في الترجمة، يعني يقرون. والحمد لله يعني قبل العشر الأواخر أعلنوا إسلامهم الحمد لله. فهذا يعني شيء إنسان الهداية من الله عز وجل، يعني الإنسان ما ينسب الفضل لنفسه، الهداية من الله عز وجل. يعني أنت ممكن تحاول أن يعني تصلح أقرب الناس لك، ولدك يعني أقرب الناس لك ما تقدر، لكن بعمل بسيط يمكن تبتسم يعني يأثر هذا إيجابيا عليه. إلى أي مدى الشيخ أنت مقتنع بأن سلوك القارئ والمنشد وأي إنسان يعني يقدم عمل ديني أو عمل فيه قيم رائعة مهم جدا من سلوكه، مثل ما قلت ابتسامته، تعامله مع الناس، طيبته، هي تأثر في أن الناس تعتنق هذا الدين، تفهمه أكثر، تقترب اللي يستطيعه، يعني اللي تستطيعه أنت شخص. أكيد يعني كلنا بالصالة هني يعني ناس موهوبة، ويعني الإمام مالك يقول كل ميسر لما خلق له. إنسان مثلا قد الله يفتح عليه في ناحية مثلا الدعوة، في ناس يفتح عليهم في قراءة القرآن، في صلاة الليل، في التصدق، في غيره من يعني الأعمال. فالإنسان يعني يحاول يستغل أي طاقة، لأن هذه الطاقة راح تسأل عنها يوم القيامة. فأنت الطاقة هذه إذا استخدمتها في شيء نافع أو في شيء مباح وأحسنت النية فيه، أكيد بإذن الله يعني راح تؤجر يعني على مثل هذه الأعمال. يعني أنا الله ما أعطاني، يعني أنا ماني عالم، لكن أستغل صوتي في يعني منافذ الخير، يعني في قراءة القرآن، في الأذكار وتسجيل الأذكار المهجورة والأدعية العامة والأحاديث، حتى الأحاديث يعني نرتلها بترتيل يناسب معناها، كذلك الإنشاد والابتهالات. يعني أي باب أشوفه ممكن يخدمني أولا ويخدم الناس. يعني الواحد دائما المفروض ينصح نفسه قبل لا ينصح الناس. الله يتقبل منك إن شاء الله الشيخ، آمين جميعا يا رب، إن شاء الله جميعا. في ميزان حسناتك إن شاء الله. يستاهل براسل التحية، يستاهل دائما الشيخ. يعني برغم أنك إنسان متقدم متحضر ومتعلم ما شاء الله، لأنك أيضا إنسان أصيل تعتز بهويتك وانتمائك لهذه الأرض الطيبة، وتغنيت بكلام يعني شعر حامد زيد، كان كثير إنشادك لهذه الأبيات عذب وجميل. ودنا الشيخ بس لو على عجالة قبل ما نسمع منك الأناشيد. يعني هذه بعض الأبيات اللي
اللي تتكلم عن الذود اللي هي الإبل. وأكيد الآن يعني في ناس يطالعون قناة الوطن مشكورة، وعلى رأسهم الشيخ خليفة، لأنها قناة مشاهدة نمبر 1 في الكويت. وفي ناس الآن في البر بهالبرد السحتني وقاعدين، من ضمنهم الوالد الله يطول موجود الآن في البر وعند الإبل ونقصد له، والإخواننا أيضا يستاهلون كل أهل الحلال نقصد لهم نحييهم الدور. نحييهم اللي في الأمريكا. الذود يسكنني معالق وعروق، وانسى معه ضيقي اليا صرت ضايق. الذود يسكنني معالي، انسى معه ضيقي اليا صرت ضايق. اللاح في صدر السما غيم وبروق، وابعدت معهن عن عيون الخلايق. أمتع أحزاني على مرتع النوق، واروق لوماني مع الناس رايق. بس أكيد معاكم رايق أنا. الله يا شيخ، أبدعت وأمتعت. العمل القادم شيخ من الأعمال الخالدة في مسيرتك الإنشادية ليس الغريب. هذا العمل مطالب فيه كثير من الجمهور، يطالب أنه يسمع ليس الغريب معنا اليوم. طبعا ليس الغريب كلمات كبيرة جدا من شخص كبير، ألا وهو الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الأبيات يعني شايلة نفسها من زمن بعيد، ومو محتاجة ل يعني صوت مشاري أو لحن مشاري، هي شايلة نفسها. فإحنا إن شاء الله راح ندندنها مع بعض، وإن شاء الله تكون موعظة تخلي هذه الليلة ليلة غير، ليلة إيمانية روحانية، نطلع وإحنا مستفيدين منها بإذن الله. تفضل الشيخ.
ليس الغريب ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن.